بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. يا رب تكونوا جميعا بألف خير، كل سنة وانتم طيبين. النهاردة ان شاء الله هنعمل مع بعض فطير الأفران بأسهل وأسرع طريقة توريج. مش هياخد معاكم دجاج، من غير ما نورج ورقة ورقة، ولا هياخد معاكم وقت ولا مجهود. وكمان عايزة أقولك إنه أحلى من بتاع الأفران بكتير، وهيكون معاكم هش وخفيف وناجح معاكم من أول مرة. حتى لو مبتدئين وأول مرة هتعملوه هينجح معاكم إن شاء الله، لأن في الفيديو ده هنقول على كل أسباب نجاح الفطير. لو انتوا بتشوفوني لأول مرة، أنا اسمي فاطمة ودي قناتي، يشرفني ويسعدني اشتراككم فيها. يلا نشوف عملنا الفطير الحلو ده ازاي. كده بنسمي بسم الله ونصلي ونسلم على رسول الله عليه الصلاة والسلام. معايا هنا كوباية وربع من المية، معايرهم بمج الشاي العادي الموجود في كل بيت. ومعايا هنا معلقتين كبار من السكر، زائد نص معلقة صغيرة من الملح. طبعا انتي السكر حابة تضيفي معلقة او معلقتين براحتك. هندوب السكر كده والملح في المية كويس خالص، علشان طبعا يدوب معانا وما يبقاش كده محبحب في العجينة احنا وبنعجن. بعد ما دوبنا السكر والملح، معايا هنا 4 كوبايات من الدقيق، برضو معايراهم بنفس المج بتاع الشاي. اهم حاجة يا جماعة في اي نوع معجنات، الدقيق لازم تنخليه يعني تغربليه علشان يديكي نتيجة حلوة. بعد كده ما نزلت بالدقيق، طبعا هابتدي اضيف ميه تاني، بس هضيفها بالتدريج. الاول انا كنت حاطه كوبايه وربع من المج ده، بعد كده معايا هنا مج مليان بس مش هنزل بيه كله، طبعا هنزل بيه شويه بشويه لحد ما هتشوفوا قوام العجينه عامل ازاي. الدقيق ده دقيق متعدد الاستخدامات، يعني لازم يكون كده نوع كويس، ما ينفعش تستخدمي دقيق يكون بيسيح او ملهوش عرق. كده العجينة المية اللي أخدت كوباية ونص أو كوباية وربع في الأول، وربع كوباية المرة التانية، وزودته كمان شوية بشوية، منزلتش بيه مرة واحدة، لأن في دقيق بياخد سوايل أكتر وفي دقيق بياخد سوايل أقل. هنا العجينة طبعا غلفتها بمعلقة من الزيت وهسيبها 5 دقايق وارجع أكملها عجن. انتي لو حابة تعجني فيها على طول فهتعجنيها كده حوالي 10 دقايق أو 12 دقيقة. هنا بعد ما غلفتها كده بالزيت وسبتها 5 دقايق، شايفين يا جماعة بسم الله ما شاء الله؟ شايفين العجينة بتمط وناعمة ازاي؟ كأنها كده عجنت نفسها. هعجنها كده حوالي برضو 5 دقايق وارجع لها تاني. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. كده عجنا العجينة والقوام بتاعها مظبوط معانا. هنعرفه ازاي؟ هتشوفوا كده معايا العجينة اهي، ولا هي طرية خالص ولا هي عجينة جاسية معانا. هنسيبها كده ترتاح حوالي 7 دقايق قبل ما نشكلها. عرفتوا أول سر من أسرار نجاح الفطير، وهو اختيار نوع الدقيق. بعد ما هسيبها كده حوالي 5 دقايق أو 7 دقايق ترتاح، أرجع أشكلها معاكم. هنا بعد كده ما عدى عليها ال5 دقايق، شايفين يا جماعة؟ تعرفوا ازاي ان العجينة ارتاحت؟ لما تعملي كده فيها بصمة أو علامة بصباعك، والعلامة دي بتفضل نازلة لتحت، ما طلعتش لفوق. لو طلعت لفوق ممكن تديها كده كام دقيقة تاني ترتاح فيهم. هنا ضفت حوالي كده معلقة من الزيت فوق الرخامة اللي أنا هشتغل عليها، يعني على سطح العمل. يلا اللي وحشه الفطير يقوم يعمل المقدار الصغير اللي احنا عاملينه ده، وهياكل أحلى فطير كده من إيدين إن شاء الله. كده هنبتدي نفرد العجينة بتاعتنا على شكل مربع أو مستطيل اهو كده. بنسويها الاول بايدينا، بعد كده هنستخدم النشابة وهنفردها على شكل مربع او مستطيل. عرفنا اول سر من اسرار نجاح الفطير، وهو اختيار نوع الدقيق. رقم 2، اننا بنريح العجينة بين كل يعني مرحلة، بنريحها حوالي كده 5 دقايق او 7 دقايق علشان تدينا نتيجة حلوة في الاخر. اهو فردناها بالشكل ده، السمك بيكون متوسط.
معانا هنا المادة الدهنية دي حوالي 150 جرام من السمنة على زبدة، بس للأمانة السمنة 25 جرام والزبدة 125 جرام، يعني خليط بين الاتنين، بس السمنة نسبتها أقل، لأن نتيجة الزبدة بتكون أحلى بكتير من السمنة. لو حابة تعمليهم خليط كده براحتك، حابة تشتغلي بزبدة خالص هتكون كمان النتيجة معاكي أحلى وأحلى. ولو حابة تشتغلي بسمنة هيكون معاكي، بس هتكون نتيجته طبعا مش زي اللي بالزبدة خالص. يعني أتمنى إنك تكوني كده فهمتوني في النقطة دي. بعد كده بنفرد المادة الدهنية زي ما احنا شايفين على سطح العجينة كده كله، ونركز على الأطراف، يعني ما نخليش قطعة في العجين مش طيلاها زبدة أو سمنة، ندهنها من كل طرف كده ومن كل ناحية زي ما احنا شايفين كده. هنبتدي نلف العجينة على شكل رول. الفطير ده طريقته سهلة ونتيجته حلوة خالص ومضمونة بإذن الله. هنلفها زي ما احنا شايفين كده وهتتلف معانا بكل سهولة. اهو يا جماعة بنسيسها كده وبنلفها بتتلف معانا بكل سهولة علشان معجونة كويس ومرتاحة كويس. بنحاول كده نلفها ونقفلها كويس الطرف ده على ده، يعني نحاول كده نقفلها كويس وبالراحة. طبعا هي هتغلبنا شوية علشان المادة الدهنية اللي فيها، بس بنقفلها كويس في كده. قفلناها كويس الحمد لله. بعد كده حجم الفطيرة يرجع لك. انا هنا هاخد 4 صوابع وهقطع حجم الفطيرة، يعني 4 صوابع. انت ممكن تعمليهم 4 فطيرات او 5 فطيرات حسب ما تحج بحجم الفطير، يعني ممكن تعمليهم 3 كده متوسطين. انا هنا عملتهم حوالي 8 قطع، بس فيهم واحدة طلعت، يعني آخر واحدة كده طلعت صغيرة خالص. بعد كده معايا صينية مدهونة دهنة زيت خفيفة، هرص فيها كده قطع العجين. بعد ما رصيتهم كده في الصينية هغطيهم بكيس وهندخلهم التلاجة ياخدوا ربع ساعة أو 10 دقايق علشان الزبدة تمسك فيهم. بعد كده هبتدي أفردها، وبنخلي السطح بتاع العجينة اللي هو الناعم ملامس للرخامة. هنا شايفين ان الشابة لزجت وهتقطع طبقات الفطير. هنديها كده دهنة من الزيت علشان ما تلزقش فيهم، بس انا هنا استغنيت عن النشابة بصراحة وفردتها بايديا واتفردت معايا كده بكل سهولة من غير اي مشاكل. لميتها كده على شكل كورة بالشكل ده، وهنسندها كده في صينية اهو. هنا خدت قطعة تاني من العجين، بقول لكم السطح الناعم اللي هو الأملس بنخليه كده ملامس للرخامة علشان هو بيكون وش الفطيرة. وبرضو كده ابتديت افردها بايديا، استغنيت عن النشابة خالص. وبرضو لو حسيت بسن التلزيق بأدي كده ايدي دهنة زيت خفيفة وابتدي افردها، وبتتفرد معايا كده بكل سهولة. ولو انتوا وصلتوا معايا في الفيديو لحد هنا ونسيتوا تحطوا اللايك، يا ريت تحطوا اللايك فضلا وليس امرا. واللي ما اشتركش في القناة خدوا فيها لفة وان شاء الله تعجبكم وتنورونا بالاشتراك. هخلص كده كل كمية قطع العجين اللي معايا وارجع نشوف الخطوة اللي جاية هتكون ايه. اهو زي ما احنا شايفين كده عملناهم كور، وبرضو حطيناهم كده في صينية فيها دهنة زيت خفيفة. هنخلص كل الكمية ونسيبها ترتاح. ارتاح طبعا بتسيبيه نص ساعة او ساعة، كل ما بيرتاح معاكي كل ما بيديكي نتيجة حلوة. اخدنا كده اول كورة من الفطير بتاعنا ودهنا ايديا دهنة زيت علشان طبعا نحافظ على وش الفطيرة ما يتقطعش معانا. بعد ما كنت هفردها على الرخامة كده بصراحة نقلتها في الصاج على طول. الصاج ده مدهون دهنة زيت خفيفة خالص، وحشيل فيه كده الفطيرة وهبتدي افردها زي ما انت شايفة معايا كده بسمك رقيق. وهنا برضو هدهن ايدي دهنة زيت علشان برضو وشها ما يتقطعش وتاخد كده كلها تاخد لون موحد. في المرحلة دي انا كنت مشغلة الفرن يسخن معايا
قبل ما فردته بالطريقة دي يعني شغلت الفرن علشان يسخن، وحاسبهم قبل ما ادخلهم الفرن، حاسبهم حوالي 5 دقايق قبل التسوية. هنا دخلتهم كده فرن يكون درجة حرارته عالية، مشغلة من تحت. أول ما أخد لون معايا كده من تحت، شغلت عليه النار كده من فوق علشان ياخد اللون اللي مطلوب. بعد ما طلع معايا كده من الفرن، معايا كده دهنة خفيفة من الزبدة، لمعت بيها كده الوش علشان يكون كده طري معايا. لو انتي مش حابة تعمليها الخطوة دي براحتك، بتغطيه كده وبيرد من حرارة الفرن، وبيكون كده طري معاكي وطعمه في منتهى الجمال. جربيه بالطريقة دي وإن شاء الله هتعتمديها. ودي كمية الفطير اللي احنا عملناها، وقلنا أسباب نجاح الفطير هي اختيار نوع الدقيق. الرقم 2 إننا بنريح العجينة في كل مرحلة كده من 7 ل10 دقايق علشان ناخد نتيجة حلوة. والسبب الثالث وهو التسوية يا جماعة. درجة الحرارة بتكون عالية، يعني التسوية عامل مهم في نجاح الفطير. شايفين كده التوريقة بتاعته؟ شايفين بسم الله ما شاء الله. بياخد معاكي كده في مدة التسوية حوالي ربع ساعة، ولو الفرن بتاعك حامي ممكن ياخد 10 دقايق بس. شايفين الحلاوة والجمال كده، وطري وهش معانا، واخد لون كده من فوق ومن تحت في منتهى الجمال. طبعا درجة اللون انت اللي بتتحكمي فيها. ولو انتوا عجبكم الفيديو او استفدتوا بمعلومة واحدة منه، ياريت تعملوا لنا لايك وتشيروه كده مع اصحابكم، اعملوا له مشاركة كتير، وخدوا لفة في القناة كده، وإن شاء الله هتعجبكم. وبإذن الله تنورونا بالاشتراك. أشوفكم في الفيديو القادم إن شاء الله. السلام عليكم.